فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. من الهجر الجميل إنك ما توجعش قلبك باللي بيتقال عليك، وتوقن أن النافع والضار هو الله ما دام أنت ماشي صح وما ضايقتش حد ولا غلطت في حد. التوقف للرد على كل غلطة والانتصار والتشفي من كل منتقص دي من أكبر القواطع عن الله. الراجل بيقول لسيدنا أبو بكر: لأسبنك سبا يعيش معك حتى يدخل معك قبرك. فقال: بل يدخل أنت معك قبرك. أنت هتقول شتايم عليا في ظهري تفضل عايشة معايا كسمعة؟ أنا ربنا هيحميني، أنت اللي هيتكتب في ميزان سيئاتك وهيخش معاك القبر. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فينصرف عنه اثنان: أهله وماله ويبقى عمله. فشوف إزاي كانوا بيعرضوا عن قيل وقال. وإذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد والفل والياسمين كده لو تشوفيني طبعا الصبح، ومساء الورد كده والنشاط والحيوية، وإن شاء الله كده أيامنا الجاية الحلوة كده بإذن الله لو تشوفيني طبعا بالليل. النهاردة يوم كده مليان بحاجات كتير هنعملها مع بعض. الأول نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أول مرة تشوفيني، دي قناتي، قناة روتينات، وأنا أختك سحر. بتمنى إنك تشاركيني روتيناتي اليومية إن شاء الله، حتى لو تستفادي حتى لو حاجة واحدة بسيطة. وطبعا اللايك بتاعك والاشتراك في القناة وتفعيل الزر عشان يوصلك كل جديد. حابة أشكر كل حد كده، أخ وأخت دخل جداد عندي، حتى لو واحد أو اتنين، أنا ببقى مبسوطة بيهم جدا. ومبسوطة قوي بكومنتاتكم الحلوة، وبرد طبعا على حتى لو كانوا قليلين انا برد عليهم طبعا، لاني ببقى مبسوطة قوي ان في حد بيدعم القناة طبعا ولو بكلمة واحدة. فشكرا جدا، ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا. النهاردة يوم السبت، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم كده السبت بروق كده على البيت كله. طبعا على حسب قلنا التزاماتنا واولوياتنا. وطبعا في ناس بتشتغل السبت او ما بتشتغلش، طبعا كل واحده بتنظم يعني لو يومها الاسبوع بتاعها بيبتدي ازاي. انا معليا ان انا غير بدي افكار وبشجعكم وبشجع نفسي معاكم. فانا النهارده السبت ما كانش عندي شغل الصبح، فقلت بقى ايه اظبط كده الدنيا. الشقه كلها بقى، يعني ظبطت الشقه كلها، بس صورت معاكم اجزاء من الشقه مش كلها بصراحه. والنهارده بصراحه لما بصيت على الفيديو وانا بمنتجه اتبسطت قوي. اكتر فيديو صورت فيه ممكن عشان كنت لابسه فيه بنطلون فمريحني اكتر في الحركه. والزاويه حسيتها مظبوطه اكتر. قولوا لي برضو في الكومنتات ايه رايكم في التصوير والزاويه بتاعه التصوير كده افضل ولا لا. اول حاجه كده ابتديت بجزء السفره، لان اكتر جزء بيبقى عندي منعكش ومكركب بيكون جزء الريسبشن او الصاله، يعني اكتر من بقيه الاوض، لان الاوض بندخلها يا دوبك على النوم كده، ده اذا ما نمناش اصلا بره. وخدت كده كان عندي شويه غسيل نشرتهم، وكانت دوره يعني من بالليل حطيتها قبل ما انام، وحطيت دوره تانية عشان خاطر ايه نكسب وقت، نبقى بنعمل كذا حاجه في نفس التوقيت. لما بقعد يومين ثلاثه من غير ما اعمل دورتين ثلاثه غسيل كده، بحس ان الغسيل بيبقى عندي اكوام اكوام كده. مجرد بس يومين ما تغفلي عن الغسيل يبقى عندك هرم كده. خلصت هنا الجزء الاولاني الحمد لله من الريسبشن. كان السفره وكنت حته وقعه، مش عارفه خدتوا بالكم ولا لا منها. بس الحمد لله يعني جت سليمه، راسي كانت هتنزل على الرخامه حرفيا يعني، بس الحمد لله. هنا بقى مسكت كده الترابيزه، هي كان طبعا عليها كوبايات كتير ويعني حاجات كتير بتاعت قهوه وشاي. شلتها كده بسرعه، كنا شلناها طبعا قبل ما ننام بالليل. ونضفتها طبعا، حطيت كده شويه ميه عليها بصراحه، ورحت منضفاها ومسحاها مطرح بقى ايه نقطه شاي او اي حاجه قهوه الكلام ده كله عشان تبقى نظيفه. وابتديت بقى ادخل بقى على الركنه. ما ننساش بقى ندعي يا جماعه لاخواتنا وبناتنا واولادنا اللي في الثانويه العامه، ربنا يا رب بيكبر بخاطرهم كده يا رب، ويكبر بخاطر كل ولي امر تعب وشقي مع ابنه، سواء ام او اب او بنته طبعا يعني.
لميت كده كل الكوشونات كده، حطيتها في الارض ونفضت كده، مش هشيل الشيلات انا كنت شايلاهم، فهنفض كده مطرح طبعا القعاد بتاعنا. كلنا حاجه شربنا حاجه كده، او حتى لو ما كلناش وشربنا، مطرح القعده كده بتنفضي شويه تراب او حاجه، الدنيا بتبقى ايه نظيفه معاكي على طول، اول باول كده بتظبطي دنيتك، الدنيا بتبقى الحمد لله لطيفه معانا. يعني تحس بكركبه، بس المكان نضيف، دي اهم حاجه، ما يكونش متوسخ يعني، بس مكركب، فبنلم طبعا الكركبه مطرح، ربنا يخلي الولاد كلهم مطرح طبعا احنا قعدنا احنا كمان. وعندي برضو غسيل كنت لماه، هطبقه كده معاكم ونظبط كده ونشيل هشيل واحده بس من الحافظه اللي انا واقفه عليها دي اكتر قعدتنا، فدي بتتشال تقريبا يوميا، لو ما تشالش مرتين اصلا في اليوم. عشان خاطر طبعا مطرح الاكل مطرح الشرب، وهي الفتحه لوحدها، عايزه اقول لكم ان هي افتح اصلا من التصوير، فطبعا لو غفلتي عنها شويه طبعا بتبقى زي الزفت. لميتها كده وكنست، وهجيب طبعا من تحت الكنب، لان طبعا انا مش بشيل ده الكنس اليومي، لكن انا مش بشيل ولو ما شيلتش الحافظه بكنس كده من فوق. بس لازم اجيب من تحت الركنه. طبعا مطرح اي حاجه بتقع مننا ممكن تقع تحت الركنه وكده. لكن طبعا ما اقدرش اشيل واسحب الركنه يوميا وهي تقيله اصلا، اللهم بارك، فهيبقى صعب بصراحه. هرجع كده بقى الحاجه كلها كده زي ما كانت. يلا بقى قومي كده بقى وتنشطي، عايزه اقول لك روتين قوي جدا، حلو قوي، اللي هو بقى ايه، الشقه عندك منسوحه ونظيفه، بس انت بقى ايه بتظبطي عشان تفضل معاكي بقيه الاسبوع تمام. يعني لسه كنا منضفينها وتنظيف عميقه بتاع اللي هي تنظيفه العيد، اللي هي طبعا بعد العيد، اللي انا كنت نضفت اصلا وفرشت اصلا الريسبشن عندي، وبقيه الحاجات اللي ما كانتش مفروشه، الستاير والكلام ده كله كان بعد العيد بصراحه، بعد اسبوع العيد اصلا. فطبعا مش هنضف تاني. لسه كنت ملمعه، فايه بحاول احافظ على الشقه ان هي تفضل نظيفه، ان انا بقى اي كركبه على طول كده اول باول كده ايه في ايدي كده الحاجه، حتى لو حاجات صغيره مطرح قعدتنا مطرح الولاد او كده، الدنيا فتبقى نظيفه. طبعا فتحت الشباك علشان خاطر اي تراب او اي حاجه، وكمان الشقه ايه تتنفس، بدل ما احنا مشغلين على طول التكييفات بصراحه بسبب الجو، ربنا يا رب يجيرنا من النار وعذاب النار ويحفظنا ان شاء الله بحفظه، لان بصراحه الجو لا يطاق بصراحه، والمراوح ما بتعملش اصلا حاجه مع الجو الفظيع ده. هنا لميت بقى اي كركبه كانت موجوده على الحافظه، وكنست كده، حتى لميت الجزء ده قلت بالمره اكنسه وهدجعها زي ما كانت، وبعدين بقى ايه المع الترابيزه. الترابيزه دي مشكلتها ان هي سودة، الاسود بيبان عليه، ده انتوا شايفينها كده في الكاميرا ان هي نظيفه، بس عايزه اقول لكم التراب عليها مش قادره، مع اني كل يوم بلمعها كل يوم، بس عايزه اقول لكم التراب يعني الحمد لله، نقول ايه، يلا ربنا يدينا الصحة وننظف، ودايما كده يا رب بيوتنا نظيفة ومليانة يا رب كده بالخير، وربنا يا رب كده يقوينا طبعا ويقوي كل واحد على شيلته. رجعت كده همسح كده من تحت المفارش، وهرجع كل حاجة كده زي ما كانت عشان الدنيا تبقى ايه نظيفة معانا. قولوا لي بقى عملتوا كده في الكومنتات، اكتبوا لي كده عملتوا غدا النهارده ايه. هعمل لكم بقى النهارده حته غدوه تحفه، افكار وحياه ربنا فظيعه. هنا بقى رحت رامه الستاره اللي هي بتاعه الطرقه، وقلت بالمره اكنس كده الطرقه، وعايزه اقول لكم نظفت الحمام، بس للاسف ما صورتوش، ان شاء الله هصوره معاكم باذن الله. يعني انا نظفت الشقه كلها الحمد لله، الثلاث اوض الحمام المطبخ كل حاجه الحمد لله كانت عندي نضيفه. طبعا المطبخ اصلا كان نضيف من يعني بالليل كنت منضفه الدنيا قبل ما انام، وكانت فوفا حبيبتي كان في شويه كده مواعين صغيرين نضفتهم، يعني مواعين غسلتها وكده، فاحنا بصراحه في البيت بنساعد بعض. طبعا فريده بتطلع عيني لغايه ما تقوم تعمل حاجه الله يديلها حالها، بس طبعا هي شايفه نفسها صغيره. هي دي بقى مشكله العيال، لما يحبوا يشوفوا نفسهم صغيرين يشوفوا نفسهم صغيرين، ولما يحبوا يشوفوا نفسهم كبار بيشوفوا نفسهم كبار. يا رب كده يهديهم ويصلح حالهم ويدينا القوة على تربيتهم ويعيننا بجد. هنا بقى قفلت بقى الستائر وكل حاجة، لاني هفتح التكييف كنت حاسة ان انا فطست بصراحة. هقعد بقى اطبق شوية الغسيل دول عشان خاطر ايه لما
في غسيل في الغسالة وفي غسيل منشور، فما يبقاش كل الغسيل ده مرة واحدة. هستتقل اعمله، اطبقه. وانا بصراحة فقرة الغسيل دي انا بكرهها، بس يعني بشجع نفسي، وانا لا انا قدها، عارفه لو قدها والله بجد. لان بجد الغسيل عندي ده، انا واحده ما بحبش الغسيل. يعني ممكن احط في الغساله وممكن انشر، لكن الم واطبق والكلام ده كله ان شاء الله كده في المستقبل كده ان شاء الله يعملوا لنا غساله بتطبق الغسيل. والله العظيم ربنا يدينا الصحه بجد. والله انا بقى كنت خلصت بقى الغسيل كله وطبقته. بصوا بقى كوم شرابات، كوم شرابات، ايه كل الشرابات دي؟ يا رب يخلي ولادنا وبناتنا كلهم يا رب كده. هنا بقى كانت فريده جت قعدت جنبي نعكشت الدنيا تاني، فقول يا بنتي ده عكشت ما لحقتش افرح بالدنيا نضيفه. هنا بقى خلاص بقى هعمل لكم كده بروته، ان الريسبشن الحمد لله كده خلصت وكده بقى. كنت نظفت الشقه كلها. هنا بقى الحمد لله الشقه كلها نطفت، وظبطنا كل حاجه ورجعنا بقى كل حاجه كده والامن مستتب الحمد لله. ندخل بقى كده على المطبخ ونسمي كده الله ونشمر ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندخل كده إيه واللي وصل معايا لغاية هنا ما ينساش طبعا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصله كل جديد، وطبعا الكومنت اللي بيدعم القناة. شايفين اللايك اللي بيدعم القناة، والكومنت انا بفرح قوي بالكومنتات اكتر من المشاهدات بصراحة. هنا بقى بصوا المطبخ، كان الحمد لله يعني المواعين اللي محطوطة دي كانت مغسولة قبلها بيوم. وفوفة طبعا كانت غاسلة المواعين بتاعة الفطار الصبح الحمد لله. ودخلت انا بقى لقيت هنا كده كوبايات كانوا هما شاربين فيها شويبس وشاي وكده، فايه بقى قلت اغسلهم بالمرة عشان هغسل الفراخ. فمش عايزة اي مواعين او اي حاجة حواليا طبعا، لان الفراخ ما ينفعش هنزفر الدنيا بقى على الكوبايات، فمش هينفع. نضفت كده علشان خاطر لما احط الفراخ ما تبقاش الدنيا جنبي مزروطه يعني. هحط بقى الفراخ. وعايزه اقول لكم هلم طبعا المواعين الاول عشان مفيش اي حاجه ناحيه من الزفاره بتاعه الفراخ تيجي عليها. واكتبوا لي بقى في الكومنتات زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو عملتوا غدا ايه النهارده، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وايدينا ان شاء الله. حلوه قوي ال ال انا بحب قوي الداعية في الله، يعني بحبه في الله الداعية الشيخ مصطفى حسني. بصراحة كلامه انا متابعيه. كنت مخلفة جمانة بنتي دي كان عمرها لا يتعدى السنة ونص ايام ما كان في تركيا، وكان بيعمل كان بيتكلم بقى على الفترة العثمانية والملك او السلطان العثماني، اسمه ايه راح عن بالي اسمه، اللي هو كان في حريم السلطان ده والله نسيت اسمه. وابنه مصطفى وكانت هيام دي اللي هي كانت مراته، والظلم اللي حصل ومش عارفه ايه والكلام ده كله. فبصراحه انا بحب اسمع كلامه قوي. وعجبني قوي الكلام اللي انا حطاه في اول الفيديو، ان هو فعلا ان احنا نحاول نبعد عن حته قيل وقال علينا. نحاول بجد والله، يعني دايما والله بقول كده اللي حواليا نحاول نعدي. هو انا مش البني ادم المثالي يعني، وعصبيه ودايما بدعي وانا بصلي واقول يا رب يهديني يعني. بجد انا ببقى ساعات بحس ان انا عامله زي الفوار، بجد والله يعني بفور بسرعه جدا من العصبيه. فربنا يا رب يهدينا ويهدي الناس كلها. بجد نحاول نتغاضى الايام دي، تحس ان احنا مشحونين. فربنا يا رب يصلح حالنا وحال ولادنا وحال الناس كلها، اللهم امين يا رب العالمين. غسلت بقى الفراخ كده غسله حلوه، واي زوايد فيها شلتها و... واي حاجه كده. انا بصراحه اصلا من برضو يعني ما بحبش تطبيق الغسيل وما بحبش غسيل الفراخ، لاني موسوسه زياده. وموضوع غسيل الفراخ عندي ده بياخد عندي وقت كتير. عشان كده احب اجيب كميه واعمل مثلا بيها زي غدا او عشاء لليوم، ويبقى عندي بقى استبن كده في التلاجة. واحنا يعني احنا بسبب والدتي ربنا يا رب يديها الصحة احنا مش بنبقى مايلين قوي للفراخ. احنا اكتر كان اكلنا واحنا صغيرين امي كانت على طول اللحمه دي. طبعا كان ايام الرخص وايام كده العز زي ما بيقولوا، ربنا يا رب يديهم الصحه. فاحنا اغلب اكلنا بيكون لحمه.
او اي حاجة تانية بعيدا عن الفراخ. يعني ممكن تلاقوني بعمل سجق، هتلاقوني ايه تاني، برجر. يعني يعني امبارح مثلا كلنا برجر، ما عملتش غدا بس كان المفروض هنخرج بس ما خرجناش، فكلنا برجر، وكنت عاملة بقية الرز البسمتي كده، والحمد لله. يعني الفراخ مش واوقات كتير انا قعدت سنة، والله سنة ما ادخل الفراخ دي بيتي بسبب جات لي قرفة منها. فبغسلها كتير قوي، وبفضل نقعيها بقى طبعا ملح. آه، ما بحطش خل بصراحة في النقع بتاع الفراخ او المحلول اللي انا بعمله. طبعا بقى سكر، لو في طبعا قرنفل عندك، في آه، عيدان قرفة حطي، طبعا ملح اساسي وليمون وطبعا المية. بسيبهم كده بقى منعين كده حبة محترمين، عقبال ما انا بحضر ايه بقى الخضار اللي انا هعمله مع صينيه الفراخ اللي هعملها. انا قلت بدل ما اعمل كذا حاجه وانا بصراحه بقيت يعني عايزه اكل خضار. الفتره اللي فاتت دي كان كله الحمد لله، يا رب ديم علينا نعمه واحفظها من الزوال يا رب، بجد ديمها علينا نعمه يا رب واحفظها من الزوال. كان طبعا عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين واحنا طيبين دايما يا رب بخير. لحوم ومعرفش ايه والاضحيه والكلام ده كله. فبقى لا بقى ما طبختش خالص، يعني بقى لي حبه حلوين كده ما طبختش. فلا بجد نفسي اطبخ، عايزه اطبخ عايزه اعمل طبيخ. فبجد الطبيخ وحشني، فقلت لهم بس بقى بدل ايه ما نعجن كتير، لا احنا بقى نعمل كده اكله كلها في صينيه واحده. فجبت كده بطاطس وجزر وبصل، وهعمل تتبيله حلوه قوي للفراخ. بس هنا للاسف الكاميرا ما كانتش بتصور التتبيله. حطيت زبادي، وحطيت طبعا ده على حسب الكميه اللي انتي بتعمليها. حطيت زبادي وتوم، وحطيت معلقتين صلصة، وحطيت زيت، وحطيت 3 طماطمات، 3 طماطم، وحطيت بقى البهارات، وحطيت زيت. قلت حطيت زيت، حطيت زيت. والبهارات طبعا ملح، فلفل اسود، زعتر، و وكبسة اللي هي بهارات الكبسة. هي ممكن تستغني عنها بس انا حطيتها منها بصراحة. حطي بقى كمون، وحطي بابريكا وشطة، وحطي كمان التانية دي اسمها ايه، نص معلقة من الكاري، ونص معلقة من اللي هي بتبقى ريحتها حلوة دي، القرفة. انا بقول لكم انا باجي امنتج بنسى كل حاجة، فاغلب البهارات اللي عندك حطيها للتتبيلة دي. حطي كمون، حطي فلفل اسود. هنا اتعورت في ايديا، عايزه اقول لكم صباعي السكينه دخلت فيه ايه، الحمد لله. فبهريها كده البهارات. عيدي الفيديو تاني لو انتي ما سمعتيش كويس، معلش انا ببقى تايهه بصراحه في موضوع البهارات دي. وخلطتهم كده في الخلاط. وبعدين حطيت فيه في الخضار اللي انا عملته فلفل، بطاطس، وكمان جزر. آه، حطيت من التتبيله على الخضار عشان يدي نفس الطعم بتاع ما يبقاش بس التتبيله في قلب الفراخ بس. وفتحت كده الفراخ معايا كده فتحات كده، وبعدين عشان تدخل فيها التتبيله وكمان تستوي اسرع. هتلفيها بقى زبده وورق فويل، وتحطيها في الفرن على درجه طبعا حراره ما تقلش عن 200 علشان خاطر تبقى ايه الفراخ معاكي تستوي. انا بصراحه ما كانش عندي ورق زبده بس حطيت الفويل، بس قلبت ورق الفويل عشان طبعا ما يتفاعلش معايا. هنا بقى كنت انا فطست، وكان بالنسبه لي خلاص مش قادره بصراحه. دخلت عملت الرز جمانه. يا ربنا يا رب يبارك لها ويبارك في بناتي الاتنين، ويبارك في كل ولادنا وبناتنا. نقول ما شاء الله، ربنا يحفظ ولادنا كلهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ونفرح بيهم كلهم يا رب كده، ونشوفهم احسن عرايس وعرسان. فاحلى لايك بقى كده لجوجو، احلى كومنت كده، يقول لها ربنا يا رب يخليكي لماما انتي وفريده. وطبعا اشتراك في القناه يا جماعه. في ناس والله انا مش كل مره اقول لكم كده، كميه ناس بتتفرج على الفيديوهات وفي الاخر الاقي يعني لسه منزله ريلز. انا دلوقتي بمنتج لكم الفيديو والله الساعه كام، الساعه 4 الا تلت دلوقتي الفجر، عشان انزله معاكم الصبح قبل ما انزل الشغل ان شاء الله. عايزه اقول لكم نزلت ريلز والله في اقل من ساعه، والله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. عامل 1500 مش عارفه كام 46 مشاهده. طيب بلاش ال1000 مشترك، خلينا في ال500 مشترك يدخلوا يشتركوا، ان شاء الله تعجبكم كده، وان شاء الله تفعل قريب باذن الله.
ونكتر كده مع بعض، ويبقى احسن كده ان شاء الله يا رب كده قناة روتينات باذن الله على اليوتيوب. وطبعا حابه اشكر كل اخ واخت دخلوا معايا في القناه جداد، والله حتى لو واحد او اتنين انا بتبسط جدا. فبقول لكم بجد من قلبي شكرا، وشكرا لكل اللي بيكتب لي يوميا، ببقى مبسوطه جدا بكومنتاتكم والله. هنا بقى بصوا بقى الفراخ، دخلت بقى انا هنا طلعت قعدت في التكييف شويه، سبت فريده جمانه تتسلق في التكييف في المطبخ تعمل الرز. وبصوا بقى مش قادره اقول لكم الحاجات اللي نزلت من الفراخ على التتبيله اللي عملناها فظيعه. صينيه فراخ اعمليها وادعي لي، ادعي لاختك سحر. وهنا بقى الحمد لله الفيديو بتاعنا خلص. ما ننساش بقى اللايك والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتير، ودمتم في رعايه الله. مع السلامه.